لو انت من الناس اللي متعود كل يوم وانت مروح تجيب حاجه ساقعه معاك، فانت اكيد بتسمع الكلام ده كل يوم من مامتك، اللي اول ما تسمعك وانت بتفس ازازه الحاجه الساقعه كده صوتها هيجيب اخر الشارع وهي بتقول لك يا ابني قلت لك بطل بتاع اللي انت بتشربه ده، يا ابني عظمك هيتكسر وهيجيب لك هشاشه في العظام. طب هات سيفن، بلاش الحاجات السوداء دي. وده اعتقادا منها ان المشروبات الغازيه اللي لونها فاتح افيد او اقل ضررا من المشروبات الغازيه الغامقه. طب ازاي المشروبات الغازيه او المشروبات اللي فيها صودا ممكن تكسر عظمك او تعمل لك هشاشه في العظام زي ما مامتك بتقول لك؟ وهل فعلا المشروبات الغازيه الفاتحه او اللي لونها ابيض اقل ضررا من المشروبات الغامقه؟ هحكي لك. من ضمن المكونات بتاعه اي مياه غازيه انت ممكن تجيبها وهي الاحماض، ومن ضمن الاحماض دي حمض مهم جدا وهو بطل كلامنا النهارده وهو الفوسفوريك اسيد. حمض الفوسفوريك ده هو اس المشاكل كلها. كيميائيا حمض الفوسفوريك اول ما يشوف كالسيوم ياخده بالحضن ما يحلوش، بيمسك فيه على طول، وبالتالي انت لما بتشرب اي مياه غازيه فيها حمض الفوسفوريك ده بيدخل جسمك، اول حاجه بيدور عليها هي الكالسيوم، ومع الوقت بيمتص كل الكالسيوم اللي انت دخلته جسمك من الاكل، ومع الوقت هتلاقي ان جسمك فقد عنصر مهم جدا من العناصر اللي بتدخل. طب وايه المشكله؟ طب ما افقد كالسيوم واروح واخده تاني من اكل. ما انت يا حبيبي بتاخد كالسيوم وبعد كده بتروح تشرب مياه غازيه، فالمياه الغازيه بتاخد الكالسيوم ده تاني، ما عملناش حاجه. طب يعني ايه المشكله برضه؟ هو الكالسيوم ده يعني حاجه مهمه قوي في الجسم، يعني ما تشغلش بالك قوي، بس هو يعني العنصر المهم اللي بيكون العظم عندك. فلما الفوسفوريك اسيد يخطف الكالسيوم اللي رايح يكون العظم عندك، فده الغذاء بتاع العظم بتاعك اصلا، وبكده مع الوقت هتلاقي العظم بتاعك بقى ضعيف، البون دنسيتي قلت اللي هي كثافه العظم، يعني بدل ما كانت العظمه تخينه وحلوه كده بقت رفيعه وهفه. وده مش بس هيعمل لك هشاشه في العظم، ده كمان هيخليك عرضه لانك تتكسر من اي خبطه او اضعف حاجه ممكن تخبط في عظمك. وطبعا الدكتور اللي بيتعرض عليه حالات زي دي بيبقى عارف ان الناس دي بتشرب صودا كتير. نسيت اقول لك كمان ان زي ما الكالسيوم عنصر مهم لتكوين العظم، فهو كمان عنصر مهم لتكوين الاسنان، وبكده تقدر تفهم ان لما الفوسفوريك اسيد بيسحب الكالسيوم من الجسم فهو برضه بيسحب الكالسيوم اللي رايح للاسنان، وبكده مع الوقت الاسنان هتبقى ضعيفه ومع السنين مش هتلاقيها. ده كمان فكره ان في احماض اصلا دخلت الجسم ودخلت بقك ده مضر للمينا بتاعت الاسنان، وده بدوره هيضعف اسنانك اكتر وهيضر تجويف الفم او الاورال كافيتي بتاعك، فمع الوقت اسنانك هتسوس وهتقع، وقبل ما تسوس وتقع هتبقى ضعيفه وبتألمك كل ما تشرب اي حاجه ساقعه او سخنه. يعني بص، الصودا دي مشروب سادي من كل المقاييس. ده انا بقى لسه ما كلمتكش عن حاجه مهمه ثانيه، وهي كميه السكر اللي موجوده في الكان بتاع الحاجه الساقعه اللي انت بتشربها، واللي هي تقريبا 40 جرام سكر، يعني تقريبا 10 معالق سكر. فخد عندك بقى تخن ومرض السكر واسنان بتقع وعظم ضعيف، خد من عندك ده بقى كتير. طيب نيجي بقى لاخر سؤال، هل فعلا المشروبات الغازيه الفاتحه او اللي لونها ابيض اقل ضررا من المشروبات الغازيه السوداء؟ كان نفسي اقول لك واقول لي بس برضه دي خدعه. الاحماض والفوسفوريك اسيد موجودين في كل المشروبات الغازيه، وبالتالي كل الامراض دي هتحصل لو شربت صودا من اي نوع. فهنا بقى مش فارقه ابيض من اسود، هيجي لك كل اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحل هنا انك تحاول مع الوقت تستبدل الصودا دي بعصاير طبيعيه بقدر الامكان، والحل الثاني انك تعمل لايك وشير للفيديو لصاحبك اللي بيشرب حاجات ساقعه كتير، وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.